الأستاذ عبد الوهاب طول عمره بيحب لبنان قوي قوي، ويعني بيحب الطبيعة، بتوحي إليه بألحان جميلة. هل أنت صديقه أستاذ أنا سيد؟ صديقه لعبد الوهاب على عدة صعدان، بعرفه من وقت اللي كان يجي هو شوقي. أنا ما عرفت شوقي، عرفته بوعيد موت شوقي. كان يجي مع شوقي على لبنان، وهو غنى لنا قصيدة شوقي، شقفي من قصيدة شوقي في زحلة، لكن ما غنى أبيات منها بحبهم يا جارة أكثر. الوادي، يا جارة الوادي يا هي جارة. شقفي من قصيدة شوقي بزحلة. فيها بيتين حلوين لازم تعرفيهم: إلا إن تكرمي يا زحل شعري إنني أنكرت كل قصيدة إلاك، أنت الخيال بديعه وغريبه، الله صاغك والزمان رواك. يا سلام. ده شوقي. هل أنت مؤمن بأنه أمير الشعراء؟ إيه، شوقي كنت عده أمير الشعراء رغم حبي لخليل مطران اللي عرفته شخصيا وحبيته جدا، إنما مصر أنا على أنه شوقي استحق لقب أمير الشعراء من كل قلبي بقولها. بتطرب للموسيقى العربية، حيث إنه كنا بنتكلم عن اللغة والحرف من لحظات. هل بتطرب لألحان عبد الوهاب مثلا، بما إنه موسيقار الشرق أو ده لقبه مفروض؟ مشكلي أنا مع الموسيقى العربية، بدي الموسيقى العربية الحديثة يمكن أقرب إلها. مثلا القصيدة اللي لحن لي إياها عبد الوهاب مر بي وغنت له إياها فيروز، ما بحب لحنها كتير. ما بتحب الطريقة اللي لحن لك بيها؟ ما بحبها. طب مر بي بقى، هنرجع لشعرك وصعوبته. مر بي أنا افتكرته فعل مبني للمجهول أول ما لا، مر بي يا واعدا وعدا، فعل أمر. فعل أمر للمذكر. ليه بقى مر بي؟ مثل مري بي. أنت مش معودة تقولي لرجال مر بي، لكن سمعاني مري بي. سهلت عليك. مر بي لا، ما بيجوز تسكينه، بده يكون محرك، يا مرة يا مري كسرة، لكن فضلوا الفتح بحالة الأمر وبحالة الجزم، لم يمر ولم يمر. طب أنا شفت قصيدة ليك امبارح من ضمن الشعر اللي بقراه، لقيتك بتصلح حاجات كتير، يعني تبقى كاتب البيت وبعدين تحط علامة كده بالقلم وترجع تحط كلام تاني. ايه، بصلح كتير. بتصلح. مر بي دي ما حبيتش تصلحها؟ لا، تحط فعل تاني غير مر؟ بالعكس، بيحبوها كتار، هاي قوية كتير كلمة مر بي. بس ما عجبك اللحن، طريقة اللحن ما حبيته، مع اني بحب عبد الوهاب شخصيا. طيب بتحب تلحين الرحبانية لشعرك؟ ايه، بحب تلحين الرحبانية لشعري، وبحب تلحين واحد صديق الرحبانية هو فيلمون وهب. إيه؟ مع انه بعد ما لحن لي شيء، ولكن بحب تلحين، هو بلحن اشياء خفيفة. هاي تعتقد ان شعرك على صعوبته يستطيع فيلمون وهبي مثلا انه يلحنه؟ ايه، فيلمون ما تستهوني، بحبه، بيقدر يلحن شعر. طب على العموم ده طلب منك او امر بقى زي مر بيه، لحن يعني للاستاذ سعيد عقل، الاستاذ فيلمون وهبي، يعني لحن لك حاجه؟ لا، ما لحن لي بعد. يعني يجب عليه انه يلحن لك دلوقتي، امر منك؟ لا، بعد ما قلت له انا ما بقول لحدا يلحن لي ابدا. على العموم انا رحت وجهت نفس السؤال للاستاذ عاصي رحباني، قلت له عايزين نعرف ازاي بتلحن شعر الاستاذ سعيد عقل، اذا كان فهمه صعب يبقى تلحينه يبقى ايه؟ اسمع رايه بقى. شو قال؟ يمكن مش ناس كتير يعرفوا انك صديق حميم للاستاذ سعيد عقل. من امتى بتعرفه؟ بعرفه تقريبا من سنة 51، ومن يوم اللي تعرفنا على الاستاذ سعيد تعرفنا على الشعر بحقه وحقيقي. وطبعا انت كفنان وملحن وموسيقار خير من يقدر الشعر، لكن قول لي انت مش بتجد صعوبة في تلحين شعره مش سهل سعيد عقل؟ لا، استاذ سعيد شعره مش سهل، بعترف معك، انما في جمال اكثر ما في صعوبة، ولما بيصير الجمال اكثر من الصعوبة بتسهل الصعوبة، بصير يحب الانسان يوصل لهالمناطق الحلوة ويتنزه فيها، لانه لما الصعوبة بيكون الجمال اكثر منها، بصير اللي يشد بالتلحين هو الجمال مش صعوبة، ويصير يخليك تتنزهي فوق الصعوبة. ايوه. طب فكرني كده باجمل ابيات تعتقد انك لحنتها له.
اجمل ابيات كلحن وكشعر. لا انا ما بحب مفاضله الاجمل ابيات ومش اجمل ابيات، بس بقول لك لحنا له مشوار. هذه حلوه. ايه لكن غنيته مكه مثلا صعب شعر، ما كنتش يعني لو قريت القصيده دي ما كنتش تصور انها ممكن تتلحن. لا نحن ضد اللي بيقول انه في كلام ما بيتلحن. نحن كل كلام بيتلحن، والجد بتجي من انه الواحد يلحن الكلام الاجد. طيب استاذ رحباني، الاستاذ سعيد عقل معروف انه متعدد الشخصيات، ومفيش داعي اعدد الشخصيات، انت عارف هو عدة شخصيات في شخصية واحدة. انا عايزاك تقولي عن الفنان، بما انك فنان عايزاك حكم على الفنان سعيد عقل الفنان بما يمتاز وما يميزه. انا لاقي باستاذ سعيد عقل كشاعر ما في لزوم نحكي لك عنه، بس بقدر اقول لك انه انا سعيد عقل اللي بعرفه كتير غير الشاعر، بعرف سعيد عقل الانسان. استاذ سعيد انسان كبير ومتفرد، ونحن بنقول له المعلم، اولا لانه تعلمنا منه اشياء كتير، وثانيا لانه هو فعلا في صفات المعلمين الكبار. طب اتعلمت منه ايه الشيء اللي انت اتعلمته منه وتعتز بيه؟ اولا تعلمت يعني دخلني على مناطق بالشعر غريبة ما كنت بعرفها لولا، وغير الشعر عم بقول لك بانسانيته، لانه هو من قديش بعرفه تقريبا من 20 سنة، يخزي العين الله يطول عمره، من 20 سنة تقريبا كل يوم نشوف بعضنا، وكل يوم بيقول شيء جديد. فيك تتصوري من 20 سنة دايما عنده شيء جديد، ودايما بتحسي انه واقف وراء قضايا مثل السيف، وما بيسير باللي بيعتقده حق. بعدين كل ما بحكي مع استاذ سعيد بحس انه في عقيدين ندر ورسالة، وبحس لما بحكي معه اني انسان وشجاع وبطل، وبحس انه العافية بخير والفرح بخير ولبنان بخير. لبنان بخير، هذه مظبوطة، لأن أنتوا الاثنين اجتمعتوا على حب لبنان، وده واضح في الشعر وفي ألحانك وفي صوت فيروز. لكن أنا عايزاك تقولي بقى، أنا بشوفه دايما دراماتيك قوي في طريقة كلامه وفي تعبيره، ولو إن في الدراماتيزاسيون دي في سحر. ما بيضحكش أبدا سعيد عقل، ما بيقولش نكت ساعات، مالوش طرائف. انا مع استاذ سعيد دايما بيمتاز بروح كتير خفيفة. استاذ سعيد حصل لك مرة معه فصل كده؟ يعني مرة عزمته، لكن الاستاذ سعيد بيحب الفن المشغول، انت بتعرفي يعني الفن اللي بينشغل فيقرب من العفو، يعني الفن المشغول. مرة عزمته على مطعم شعبي، قلت له بتاكل مجدرة استاذ سعيد؟ قال لي ليه؟ انا باكل مجدرة عديس برغل، انا باكل برغل وبيطلع مني هالشعر. قلت له شو بتاكل استاذ سعيد؟ قال لي انا باكل اناناس. بقى يوم من الايام عزمناه على عشاء، نسي حكاية البرغل، فقدمنا له كبة كشك. بتعرفوا شو الكبة كشك؟ يعني كبة فيها برغل والكشك برغل. اكل اول صحن، ثاني صحن، ثالث صحن، بس خلص. قلت له استاذ سعيد هيك اكلت برغل، شو بتقول لي وانت تاكل برغل؟ قال لي ولا تعرف ده برغل، بس برغل مشغول. برغل مشغول اذا. شو قصة البرغل المشغول والاناناس؟ شعراء ما بياكلوا برغل؟ هودي ترتيبات عاصي بيرتبهم، عاصي خفيف الظل كتير، حد موهبته وعبقريته خفيف الظل، وهي وحدة من نكته بسمعها مرة، لكن هالمرة روية بشكل أظرف. إيه بس صحيح ما بتاكل برغل، والبرغل ما بيساعد على تنمية الشعر؟ في نوع من الأكل صدقي مرات باكله بدون ما انتبه، كون عم بتحدث مع ناس باكل حيالله شيء بيجيبوا لي إياه، مانيش صعب بهالقضايا هاي. أنا صعب بقضايا بلادي، بقضايا المجد، نخلق عالم تاني، هذا موضوع بيستحق يكون صعب فيه، أما القضايا هوديك ثانوية.